يا جماعة توقفوا على اللي تسوونه الحين. مبابي كان مصاب والكل خايف، لكن حصل شيء ما كان أحد يتوقعه. الملكي قدام تحدي. ليفانتي جاي البرنابيو يوم السبت، والسؤال اللي حير الكل: وين مبابي؟ قبل يومين النجم الفرنسي ما لعب في كأس الملك، الركبة تعوره، القلق في كل مكان. المدريديين يقولون خلاص راح نلعب بدونه، لكن انتظروا. أمس تدريبات الريال، مبابي ظهر مع الفريق، درب عادي، ركض وكأنه ما صار شيء، والنتيجة هو في القائمة، عاد بقوة. لكن مو بس كذا، بلينغهام رجع، كورتوا رجع بعد الراحة، كاريراس جاهز. الثلاثي الذهبي كان مستريح في مباراة الكأس، والحين جاهزين يدكون ليفانتي. وتعرفون شنو أحلى شيء؟ في واحد عمره 21 سنة اسمه ألفارو ليفا، أول مرة في حياته يدخل قائمة الريال الأول. تخيلوا شعوره، من الأكاديمية للبرنابيو مع مبابي وفينيسيوس، حلم صار حقيقة. طبعاً مو كل شيء وردي، روديغر مصاب، ألكسندر أرنولد ومندي برضه مو موجودين، لكن الريال عنده 23 لاعب جاهزين، فيهم مبابي، فينيسيوس، فالفيردي وتشواميني. السؤال الحين: هل مبابي بيلعب من الأساس ولا بيدخل من الدكة؟ وهل اللي عمره 21 سنة بيشوف دقائق في البرنابيو؟ الإجابة يوم السبت الساعة 2 ظهراً. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس عشان نجيب لكم أخبار المباراة والتحليل الكامل بكرة. وسؤال اليوم: مين تتوقعون التشكيلة الأساسية؟ اكتبوا في الكومنتات. يلا باي، صفة.